السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا متابعينا من كل مكان بفيديو جديد من قناة يوميات أسرة عصرية. بإذن الله فيديو النهاردة هنشوف فيه ازاي هنسلق الكرنب من غير مية، يعني ازاي احنا مش هنستخدم المية والكرنب بإذن الله هيبقى مسلوق معانا وجاهز للحشو معانا على طول. بس قبل ما اكمل الفيديو حابة اقول ان الفيديو ده تعاون بيني وبين قناة ابداعات فرح انسانة جميلة جدا وبتعمل اكلات ووصفات رائعة. اكلاتها بصراحة جميلة قوي، عندها مشتريات كمان وعندها تنظيفات ووصفات. بجد قناة هتعجبكم قوي، بتمنى تروحوا تشوفوها وتدعموا قناة فرح وتشتركوا معاها لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، تعملوا لها لايك وشير وسبسكرايب على فيديوهاتها، وهسيب لكم رابط قناه ابداعات فرح في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ويلا بينا نكمل الفيديو بتاعنا. اول حاجه معايا ده شكل الكرنبايه. لما تيجي تشتري الكرنب دايما هات الكرنبه يعني الشكل ده. بصوا لما تيجي تخبط عليها كده تسمعي صوت، ما تبقاش مكتومه، ما تجيبيش اللي هي ورقها كله كتير كتير جوه، تبقى خفيفه شويه معاكي. يعني هي لفه وكامله كده معايا، بس الورق بتاعها بيبقى لف على بعضه كده خفيف، ما يبقاش كده مكتوم كله، ما بتبقاش حلوه يعني لو مكتومه من جوه. خلاص، وبتجيب الشكل اللي هو بيبقى متساوي كده. اول حاجه نعمل ايه في الكرنبه؟ طبعا احنا بنبدا نشيل الورق الاخضر اللي بره ده، بنخبط كده بالسكينه بينزل معايا الورقه. مش هنحتاج نشيل كتير، يعني مفيهاش ورق اخضر غير الورقتين دول، هينشال معايا بالشكل ده. وممكن نستخدمهم يعني في ارضيه الصينيه، يعني في ارضيه الحله. بعد كده هبدا عندي اشيل الراس بالسكينه، وابدا من الداخل كده والف الكرنبايه معايا. كده الراس اتشالت معايا، وبرده بشيل الاجزاء الداخليه دي. شلت كده الراس، كرنبايه كده جاهزه معايا، الراس بتاعتها والورق الاخضر. عايزه تقطعيها بقى التقطيع العادي، يعني ممكن تمسكي ورقه كده، ورقه اهي على الترابيزه او على الطاعه، وبتبداي تشيلي العرق، ترميه كده نصين، وبالسكينه بشيل العرق فقط كده. الورقه معايا كده بالشكل ده كده. ممكن اتنيها واقطعها بحجم الصبع بقى اللي انت عايزاه. الحجم ده كده حلو كده. كده انا قطعت الورقه كده. لو انت عايزه تقطعي ورقه ورقه، طب ممكن اعمل لك حاجه تسهل عليكي. كرنبايه كامله كده معايا، هقطعها دلوقتي مربعات. بسم الله. كده بالطول، وبعد كده اقطع بالعرض.
كده بقى هبدا اخد الورق معايا، تلاقيه متقطع، هرصه على بعضه اهو بالشكل ده. ابدا اشيل العروق وارصه. خلاص دلوقتي رصيتها طبعا في صينيه كده، هتسهل عليكي حتى لو انت هتسلقيها، بس انا هنا بقى هحتفظ بيها، هقول لكم ازاي من غير ما نسلق تبقى الورقه معانا مظبوطه. هاخد الكميه زي ما انا هقطعها، طبعا شايفين اهو متساويه معايا، وكده تسهل عليكي ان انت مش هتقطعي تاني، هي تقطعي كده مره واحده. هندخل بقى كميه كميه، عايزه كيس كبير، شوفي انت بقى هتعملها على كم مره، ممكن تجيبي كيس مره واحده. خلاص بتعبيه في اكياس وبعد كده هدخله الفريزر. يعني انت تعملي، يعني انت لو هتحشي اعملي الحاجه دي قبلها بيوم، يعني يومها بالليل امسكي الكرنبايه وقطعيها وحطيها كده في التلاجة، هتحطيها بقى في الفريزر. بعد كده تاني يوم هتطلعها من الفريزر، هوريها لكم برضو بعد ما اطلعها. هتخرجيها بعد كده من الفريزر وتحطي بس تفكها في ميه، في ميه ساقعه عادي، يعني تفكها بس في ميه وهتاخديها تحشيها وتبقى زي المسلوقه بالظبط، لان هنا التلج خلاها تحن وبقت زي المسلوقه، طريت معايا خالص، هتلاقيها طريت معاكم وبقت زي المسلوقه بالظبط. خلاص كده هو قاعد معايا يوم في الفريزر، نيجي بقى نخرجه، نحطه بقى هنا في طبق. هبتدي دلوقتي اضيف عليه ميه بارده عادي، شايفين معايا بقى خلاص كده بفك معايا على طول. الورقه بقت طريه جدا اكنك سلقاها بالظبط، هنا التلج خلاها طريت معايا وحنت واكنها زي ما بنقول يعني، واكنها مسلوقه تماما. يعني انتوا لو شايفين معايا طريه خالص وبتتقطع بكل سهوله. بصوا بتحشيه بقى ويتسوى عادي وبيبقى اكنه مسلوق، مبقاش فيه فرق. يعني على فكره الفكره دي بنات كتيره قالت لي من متابعيني، قالت لي عليها لما عملت قبل كده محشي كرنب، قالت لي احنا بنعمل كده في الوطن العربي، يعني بره بيقطعوه زي كده ويحطوه في الفريزر بدون ان هم يسلقوه قبلها بيوم بس، عشان يبقى ايه يعني هي مقدار ليله كامله. عايزه تسيبيه اكتر من كده ممكن ان انت تفرزيه، دي طريقه برضه على فكره لحفظه. يعني انا كده احتفظت وفرزت بقيه الكميه، بس حبيت اوريكم الكميه دي. لو انت حابه تفرزيه ممكن تعملي كده بدون ان انت تسلقيه في ميه خالص، وموال السلق اللي بياخد وقت. وانا جربته قبل كده على فكره وسويته وما شاء الله زيه زي اللي بيبقى مسلوق بالظبط، مفيش اي فرق. على فكره انا بعمل برضو محشي ورق العنب والخس والحاجات اللي بخزنها دي كلها بحطها كده برضو، بنخزن على الناشف وبعد كده بنطلعها بتبقى كأنها زي المسلوقه بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.